ما تفهموهاش يعني بالغلطه. شوف كي نتصدروا المجموعه راح نكونوا في خطر كبير. علاش؟ لانه امكانيه نقدروا نلعبوا ديمي فينال مع المروك اذا تاهلوا. نعرفوا كامل الكواليس تاع لاكاف. ربما تنجم تقابل المنتخب المغربي منظم الدوره، ومنتخب المغربي تحب ولا تكره فارغ كرويا، فارغ منتخب منفوخ اعلاميا، ما فما شيء. لكن للاسف قاعد نشوف حاجات في التحكيم قاعده تدز مع المنتخب المغربي في الكاس هذه، وهذا يعني خافوا منه نحن. ولذا يا سامي طرابلسي غلطت غلطه ان شاء الله ما ندموش عليها في بقيه باركور الكاس افريقيا. قسما بالله العلي العظيم، واليوم راني قلتها لكم البارح واليوم، والله بريمي تور ماكوش فايتين، بريمي تور ماكوش فايتين. تحيه وتشوفوا لاكوب دافريك، تشوفوا غير شباكركم المروك، وتشوفوا لاكو ديفوار، وتشوفوا نيجيريا وهي لاحقه وكاع السينيغال وكاع، هادو غير تفرجوا القدم. المنتخب المغربي احتل المرتبة الأولى في مجموعة المنتخب المغربي احتل المرتبة الأولى في مجموعته، المجموعة الأولى نتاع المنتخب المغربي. كيفاش داروا لهم التخطيط في الدور الثمن النهائي، كيفاش يلعبوا مع منتخبات متواضعة عكس المنتخب الجزائري. وضعوا خطة جهنمية للمنتخب الجزائري حتى يتم إيقافه في الدور الثمن النهائي. كل شيء باهي في المنتخب المغربي، صورة باهي. المنتخب يقعد، المنتخب المغربي منتخب ممتاز، ومنتخب فيه ملاعبيه على طراز عالي، عالمي، على طراز عالمي وعلى مستوى عالي. لكن ممكن راهو شفت اللي وصل له الركراكي والنيفو هو كمدربه جراس قيمه الملاعبيه هذوما والامكانيات الملاعبيه راهو ما يوصلش. راهو من صنع الركراكي هما الملاعبيه، هو المستوى العالي نتاع الملاعبيه المنتخب المغربي، مش من اليوم، من الكوب دو موند 2022. دونك اليوم جينيراسيون اللي عند المنتخب المغربي، اي مدرب مغربي كان يجمع بنفس لي ريزولتا اللي عم فيهم. سيرتو كان زيد الحكيمي كي يرجع بالإصابة. فوالا يلزم يراجع شويه حساباته، حتى لي ديكلاراسيون تاعو فيهم شويه اروغونس، فيهم شويه تعالي. نعرفوا احنا سيتوياسيون كريتيك نتاع المنتخب المغربي، لانه يتعرض لبريسيون كبيره، لانه مطالب بالاداء ومطالب بالنتيجه، لانه اغلب الملاحظين واغلب المتابعين للشارع الرياضي في الكان هذه يرشحوا المنتخب المغربي كمرشح فوق العاده انه يكون هو صاحب الارض وصاحب اللقب. المغرب لن تتوج بكاس افريقيا ما دام ركراكي على راس العارضه الفنيه، راح تخسر، لانه كره القدم لا تكذب، ارضيه الميدان لا تكذب، حتى وان كان الحكم يكذب، وحتى وان كان رئيس النادي يكذب ورئيس الاتحاديه يكذب. يجي نهار وين تتفضح، يجي نهار وين مستواك يبان. وفي هذا الكاس نقولها ونكررها، واللي حاب يزعف يزعف، المغرب بهذا المستوى الكروي لن تتوج بكأس افريقيا. المنتخب المغربي ما يلعبش مع صاحب المرتبة الثانية، يلعب مع صاحب المرتبة الثالثة. شكون هذا صاحب المرتبة الثالثة الذي يلعب معه المنتخب المغربي؟ أولا يلعب مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة اللي فيها نيجيريا وتونس. يعني المغرب إذا تأهلت في المرتبة الأولى تلعب يا إما مع تنزانيا أو أوغندا، يلعب مع المنتخب المغربي، أو في حالة أخرى تلعب مع صاحب المرتبة الثالثة، دائما مع صاحب المرتبة الثالثة، ما تلعبش مع صاحب المرتبة الثانية كما الجزائر، تلعب مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة مع البنين أو مع بوتسوانا. في الحالة الثالثة تلعب دائما مع صاحب المرتبة الثالثة. إذا ما لعبتش مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة أو في المجموعة الرابعة، تلعب مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الخامسة بين السودان وغينيا الاستوائية. المنتخب المغربي عطاو له 3 احتمالات، يعني المغرب فرشوا لهم بساط أحمر، كاش كيفاش يلعبوا مع صاحب المرتبة الثانية في مجموعة من المجموعات الأخرى. والله بريمي تور ماكوش فايتين، بريمي تور ماكوش فايتين. تحيه وتشوفوا لاكوب دافريك، تشوفوا غير شباكركم المروك، هادو غير تفرجوا القدم. الخطة كانت مدروسة، وين خلات المنتخب الوطني الجزائري الوحيد اللي في حال تأهله للدور الثاني وهو يحتل المرتبة الأولى، يلعب مع الثاني في مجموعة السنغال والكونغو الديمقراطية. الثاني ما يلعبش مع الثالث، يلعب مع الثاني في مجموعة السنغال والكونغو الديمقراطية. يعني يا نلعبوا مع السنغال يا نلعبوا مع الكونغو الديمقراطية. هذا إذا احتلينا المرتبة الأولى في المجموعة نتاعنا. أما
إذا احتلينا المرتبة الثانية في المجموعة نتاعنا، نلعبوا مع اللي يحتل المرتبة الأولى في مجموعة الكوت ديفوار الكاميرون. يعني ما كاش كيفاش نلعبوا مع اللي يحتل المرتبة الثالثة. حسابات جهنمية، حسابات جهنمية. هذه الهيئة اللي تسير فيها عصابة كيفاش راهم يخدموا ضد المنتخب الجزائري. أنا ما رانيش مأمن باللي منتخبنا يقدر يدي كأس أفريقيا في المغرب إلا إذا حدثت معجزة في حفل الافتتاح. إذا راكم شفتوا العالم الجزائري لما داروا هذيك الكأس في وسط الميدان، العالم الجزائري من بين 24 عالم كانوا دايرينهم مور الكأس وما وراوناش العلم تاع الجزائر. هذا العلم تاع الجزائر ما قدروش يوريوه لنا في التلفزيون، فما بالكم غدوة ندو كاس افريقيا ويجي محرز يرفد الكاس ويسلمها له ولي العهد المغربي؟ مستحيل. كان يعرفوا هذه كاس افريقيا يحبسوها في الكاردو فينال ولا في الدومي فينال، ولا لحقنا لا فينال اللي كانوا يسيبوا يحبسوها في لاميطون يديروا كارثه يحبسوها. المهم المنتخب الجزائري ما يديهاش. حسابات جهنميه من نهار بدات عمليه القرعه الى يومنا هذا. انا نشوف في جانب من الاعلام المغربي والناس الكل بالتليفون تعمل لي فيديو، اما خويا العزيز لي فيديو راهو 28 جوار في المعسكر يشوفوهم وعندهم عائلات وينقلوا لهم وسيت اون اتموسفير تديو اللقب بحاله من الهدوء حول المنتخب. الفريق ما خسرش نقاط. بعد تقول لي اوكي مرتين لعب لا كونغو لي زوتو، اوكي هذاك حديث اخر. نقول لك زاد لعبتوا البرازيل وتونس، ينتقدوا حتى في لا سيري دو 19 فيكتوار. لكن النار اذا كان باش تكمل هكا ستاكل الاخضر واليابس وباش تحط ضغط على اولاد وليد، وفي الاخر وليتوا تناقشوا في زياش بوفال لا ليست اني لا. أعاد المنتخب المغربي الثقة إلى الجماهير المغربية بعد فوزهم على منتخب زامبيا في ختام مرحلة المجموعات ضمن بطولة كأس إفريقيا. وبعد هذا الانتصار المستحق تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة إلى دور ثمن نهائي الكان، وفي انتظار التعرف على خصمه المقبل في هذا الدور يقف المنتخب المغربي أمام طريق مفتوح للذهاب بعيدا في البطولة، خاصة وأنها تقام على أرضه وبين جماهيره، وفي انتظار تحقيق الإنجاز الرياضي بالتتويج بلقب كأس إفريقيا. نجح المغرب في تنظيم بطولة استثنائية حيث اعتبرها جميع المتابعين الأفضل على الإطلاق في تاريخ الكان وعلى جميع المستويات من ملاعب عالمية وبنية تحتية متطورة. شاركونا رأيكم من خلال التعليقات.